ومعنا للحديث عن تطورات الوضع العام في حمص وريفها الناشط الإعلامي خالد الحصني. أهلا بك. أهلا والسلام عليكم أخي الكريم. وعليك السلام ورحمة الله. خالد، إذا من أين تريد أن تبدأ وما هي أهم التطورات وأبرزها؟ نعم أخي الكريم، فإن مدينة اليوم ولليوم 37 بعد 300 من الحملة العسكرية التي يشنها جيش النظام على عاصمة الثورة حمص، فهي تستيقظ كل يوم على أصوات القصف الذي لا يهدأ عليها من الصواريخ والهاون والطيران الحربي، بالإضافة إلى الرشاشات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة. فإن اليوم قد استيقظت أحياء حمص النظام، فإن هذا الحي الذي يحتوي على نصف مليون إنسان، حيث أن القصف يستمر على منطقة البساتين من عدة محاور، من الكلية الحربية وقرية المزرعة وحاجز النسر والملعب البلدي وفرع الأمن الجوي، وأن القصف يستمر من المدفعية والهاون. ولم يتوقف هذا القصف منذ الصباح، وتجاوز عدد القذائف المتساقطة خلال اليوم إلى 100 قذيفة متنوعة. كما أن برج الجاردينيا الذي يلقب ببرج الموت يستهدف البساتين بالرشاشات الدوشكا والشيلكا المثبتة على البرج، وأن هناك عربتي شيلكا واحدة على الحاجز النسر والطريق طرابلس، والثانية عند الملعب البلدي، تقومان بتمشيط البساتين بشكل دائم وتستهدفان بعض مناطق الحي. والأمر أكثر إيلاما هو المجزرة المكتشفة اليوم في الحي، فقد اكتشف الأهالي مجزرة في منطقة البساتين بالقرب من طريق طرابلس لأشخاص مجهولي الهوية حتى الآن في مناطق دهمة والجيش. فقد قامت عصابات الأسد وشبيحته بجمع أكثر من 17 شخصا وأعدموهما إعداما ميدانيا، ثم قاموا بحرقهم بشكل كامل والجثث متفحمة نهائيا. فإن هذا الحي يعاني من حصار شديد، فيمنع الدخول والخروج من هذا الحي نهائيا ولأي كان، ويمنع دخول المواد الأساسية والمعيشية لهذا الحي. أما أخي الكريم عن أحياء حمص المحاصرة، فيتعرض حي جورة الشياح والقرابيس والقصور والخلية، بالإضافة إلى أحياء حمص القديم لقصف عنيف ومتقطع بصواريخ الأرض وصواريخ قصيرة المدى، والذي أحدث دمار كبير في الممتلكات. أما عن الريف الجنوبي، فإن قصير ما تزال ميليشيا الأسد ومدعومة بميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني تقوم باقتحام القصير من 3 جهات، مصحوبة بغطاء جوي وقصف صاروخي عنيف ومكثف، لكن لله الحمد محاولتهم باءت بالفشل بعد أن تصدى لهم أوطانهم وكبدوا خسائر فادحة بالعتاد بالنصب لهذه العصابات. إذن مع خالد الحصني الناشط الإعلامي من حمص، شكرا لك على هذه الأخبار التي أفدتنا بها. يبدو أننا فقدنا الاتصال معك عبر سكايب.